تعال اقول لك على اهم 3 اخبار للاهلي النهارده، بس الاخير مفاجأة. بس مبدئيا صلي على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. الاهلي استقر انه هيعمل معسكر الاعداد للموسم الجديد في تونس. المعسكر هيبدأ من 18/7 ل 29/7. الاهلي هيلعب خلال المعسكر 3 مباريات، اهمهم يا غالي مباراة مع النجم الساحلي احتفالا بالمئوية بتاعته. احمد رمضان بيكهام ومحمد شكري بيع رسمي للنادي الاهلي من سيراميكا، لكن الغريب ان سيراميكا كليوباترا طالب في الصفقة دي شراء خالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر واعارة كريم الدبيس. بصراحة انا مش مع بيع احمد عبد القادر خالص، ولازم ياخد فرصة الموسم ده وبعد كده نبقى نكرر. اما المفاجأة بقى وهي وسام ابو علي اللي خذلنا كلنا. بقول لك ليه خذلنا؟ لان وسام ابو علي كان نفسه يحترف في اوروبا، لكن اول ما جاله عرض من الريان القطري بشوية فلوس حلوين هيوافق على طول. ليه يا غالي؟ الريان القطري ده اللي ما بياخدش اصلا دوري في قطر، ولما بيشارك في ابطال اسيا بيخرج حصاله. يا جدع ده الريان القطري ده اللي كان بيلعب فيه تريزيجيه وبيلعب فيه بن شرقي، سابوه وجم الاهلي علشان يعملوا تاريخ وياخدوا بطولات. سايب انت الاهلي وراجع للريان القطري. عموما يا وسام ربنا يوفقك يا غالي، الاهلي ما بيقفش على اي لاعب، بالعكس ده الاهلي هو اللي بيعمل اللعيبه وبيكبرها كمان.